عسلامة. ريسيت اليوم أنا باش نعمل لازانيا على الطريقة التونسية. بالنسبة لللازانيا متاعي حضرت الطيب اللحم مفروم، وخذيت باكو البات متاع اللازانيا، هيا شريتها حاضرة. نجمو نعملوها في الدار، بات فغيش تتقدر في الدار، زادا تجيبيها هي تجي بنينة. أنا شريتها حاضرة متاع السوق. وحضرت شوية جبن، 3 أنواع أنا باش نحط لها متاع جبن، احنا نحطو اللي نحبو. عندي الجريير، فروماج بلان، فروماج جودا، جبنين بيها باش نحط لها. وباش نحضر لها صوص بشاميل، وحضرت لها شوية فاح. بالنسبة للفاح أنا خديت شوية تابل باش نحطو، حضرتو وكركم، شوية فلفل ملحي مغيرفة طماطم مش برشا، شوية ثوم، اقشر برقدان، شوية بيوري، والملح والفلفل الأكحل. وبالنسبة شوية ولا بصلتين قسيتهم بصلة باش نحطها في الصوص باش نطيبها، والبصلة الأخرى باش نعمل بها الصوص بشاميل. بالنسبة للصوص بشاميل نص لتر حليب، مغرفتين مش مليانين برشا فارينة، وشوية خليط جولدينا هذيا باش نعمل بها صوص بشاميل، ونواد مسكات وملح وفلفل أكحل الصوص بشاميل، وباش نحط فيها حكا كريم فريش في الصوص بشاميل. أنا توا باش نفوح اللحم قبل نتاع اللازانيا، وشوية حبق زيادة باش نحطو في الصوص يطيب، راهو يبان لها برشا الحبق. باش ناخد شوية اقشر برقدان من كل شيء، من الفاح الكلو، شوية كورين، تابل، كركم، وشوية فلفل ملحي. اللي يحب ما يحطش فلفل ملحي راهو ينجم ما يحطش. احنا اكلتنا التونسية راهو ديما بالفلفل نطيبو، فلفل ملحي والا هريسة نحطو. طب نزلي الملح باش نخلط، باش نصب شوية ماء باش يتحلك الفاح الكلو. وعندي الثوم مهرس هذايا ملحي. لكن اللحم المفروم هاني كملت فوحته، تو باش نمد النحيسه اللي باش نطيب فيها، باش نحطو في وسطها. باش نحط 3 مغارف زيت مش برشا، مقدار 2-3 مغارف زيت، شويه بركه. نخلطو باش نحطك البصله هذيا اللي قسيتها، باش نخليه شويه يقعد يشرب الفاح نتاعو. عندي ورقتين رند، هذوما الورقتين اللي انا حطيتهم. وباش نحط الطماطم، هي الورقة الثانية ورقتين. تو باش نصب، راهو كي نجي نطيب انا اللحم المفروم ماذا بيا ما نطيبوش هكايا بلاش ماء، ديما نحط له الماء، نطيبو بالماء ونحلو كل اللحم بالكدا باش ما يكعبرش، باش كيف يطيب اللحم محلول مش مكعبر، ما يكعبرلناش هكايا. توا باش نخليه شويه يشرب كل الفاح، وبعد باش نحطو على النار باش نطيبها الصوص هذيا تاع اللازانيا. توا خذيتك الحبق هذايا باش نقصو وباش نرميه في الصوص نتاع اللحم، الصوص نتاع اللازانيا. لكن الحبق كما تقسيتو
توا هذا باش نخليه شويه يرتاح وبعد باش نهز الركو. انا ما حكيتش كيفاش باش نطيب اللازانيا. اللازانيا نجمو نطيبوها في الطبيق كيما هذايا بيغيكس، والا باش نعملها كيما انا في الطاجين. انا باش نطيبها على الطريقه التونسيه في الطاجين الفخار هذا. راهي الماكله تجينا بنينه برشا في الطاجين الفخار. انا باش نعملها فيه باش نحضر الصوص بشاميل. خديت ناخذ الكاسالونه وبعد الركبه نمشي نحط البصل هذايا وباش ناخذ شويه بولدينا مقدار نتاع 50 غرام هكاكا، مش برشا. وهذه باش نهزها باش نحطها على النار. هاك الصوص هاني ركبتها هاكا، بديت باش تغلي. هاك الصوص نتاع اللحم المفروم، صوص اللازانيا قاعده تطيب هيك. البصل اللي حطيت له الزبده نتاع صوص بشاميل هاكا حطيته. هاك البصل مع الزبده بدا ياخذ اللون شويه، شوفوا كيفاش ولا دوغي شويه. تو باش نحط هاك المغرفتين فارينه ونخليهم زياده حتى ياخذوا اللون شويه. راهي تجي بنينه الصوص بشاميل كي نحمروها شويه الفارينه مع الزبده والبصل. هاك الفارينه حمارت شويه، خذيت اللون. تو باش نصب الحليب ونحرك، نصب ونحرك. نص لتر حليب كامل نصب باش تعرفيني. توا نقعد نحرك فيها حتى تطيب. الصوص بشاميل قريب تحضر. تو باش حطيت الكريم فريش هذيا باش نصبها. نخلط. تو باش نحط شويه فلفل اكحل شويه ملح باش تجينا بنينه، وباش نحط شويه الورد مسكات هي اللي باش تبننها. ونخلط، نزيد نخليها 3-4 دقائق ونطفي عليها. الصوص بشاميل حضرت. الصوص حضرت وطابت نتاع اللازانيا، وعملتها جيريه شويه مرخوفه شويه ما تجيش عاقده خاطر البات نتاعي نيه ماهيش طايبه باش تطيب. او طفيت عليها. والصوص بشاميل زاده حضرت هيك. وهاني تو باش نطفي عليها. الصوص اللي طيبتها حضرتها هيا مازالت سخونه. الصوص بشاميل حاضره. توا ما بقالي كان باش نحط البات ونحط كل شيء في الطويجن هذايا. توا باش ندهن الطاجين الساعه بشويه قلدينا. دهنت الطاجين. تو باش ناخذ شويه صوص بشاميل من الاول. تو باش ناخذ البات هذيا تاع اللازانيا.
توا هذيا باش نقص منها من بعد هكايا شويه. وباش نعبي الشوك هذوما ناخذ هكا في الوسط بالسكينه بشويه بشويه، وبعد نقسمها ونقصها بشويه بشويه ونعبي في البلايص هيكم. تو باش نعبي هذايا. حطيت البات فوقك الصوص بشاميل. توا باش نحط الصوص هذيا اللي طيبتها متاع اللازانيا، الصوص اللي باللحم. توا باش نحط الجبن الرابي هذايا. توا باش نحط شويه غرويير رابي زيدا باش نكفرجو هكايا. وتوا باش نقص شويه جوده جبن هذايا زيدا. توا باش نحط الصوص بشاميل، وبعد باش نزيد كوشه اخرى نتاع بات. توا حطيت الكوشه الثانيه نتاع البات. توا باش نحط الصوص. توا هاني باش نكفرج شويه هذايا الغرويير في الكوشه الثانيه نتاع اللازانيا. الفرماج الجوده قصيته قصان. توا باش نحط الصوص بشاميل. توا هاني حطيت الكوشه الثالثه نتاع البات باش نحضر توا الجناب. كملت حطيت الكوشه الثالثه نتاع البات. توا باش نكمل بقيتك اللحم هذايا. كملت حطيت بقيتك الصوص اللي طايبه باللحم نتاع اللازانيا. توا باش نحط الجبن هذايا باش نقصو هكا بالسكينه تروف. توا باش نكمل بقيتك الصوص بشاميل من الفوق، وبعد باش نزل عليها جبن. توا باش نرش عليها بالجبن من الفوق. طاجين اللازانيا حضر، راني كملت حضرته رشيته بالجبن من الفوق. هو مازال مش طايب وريحته بنينه بنينه على الاخر فايح يشهي. وبالنسبه للطاجين اللي انا طيبت فيه راهو طاجين فخار، ونجمو نطيبوه في طبق اخر. نجمو نطيبوه في البيغيكس، نجمو نطيبوه في اللي نحبو. اما انا خاطر حبيت نطيبو على الطريقه التونسيه في الفخار. توا الفور متاعي سخون، وهاني باش نهزو نحطو يطيب نتاع نصيب ساعه على نار هاديه نوطي فيه الفور ونحطو يطيب. الفور سخنته، هاني حطيت الطاجين باش يطيب مقدار نصيف ساعه 30 دقيقه. اللازانيا اللي طيبتها في طاجين الفخار طابت وحضرت مازالت سخونه. ريحتها فايحه، ريحتها بنينه، ظهر فيها جات بنينه برشا. هذه هي الريسيت نتاع اللازانيا اللي طيبتها هنداتي. ان شاء الله عجبتكم الريسيت. سلامه، شاهيه طيبه.